ايه هي اهم مجالات الكول سنتر الالماني في مصر؟ وبرضه ايه هو اهم واكتر مجال كول سنتر الماني مطلوب حاليا دلوقتي جوه مصر؟ طبعا النهارده ان شاء الله كده هنحاول نغطي الحوار ده باسهل ان شاء الله كده وابسط طريقه ممكنه في خلال دقائق فقط معدوده، فخليك معايا لحد الاخر. Hallo meine Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe es geht euch gerade wirklich gut. طبعا للاسف بقالنا فتره كبيره جدا منقطعين عن بعض، فانتوا وحشتوني جدا جدا والله العظيم كلكم يعني. وبرضه كان نحاول بقى ان شاء الله يعني ما نقطعش الفتره الجايه دي على قد ما نقدر ان شاء الله. فالنهارده كده فيديو كده سريع كده خفيف جدا بسيط، هنحاول طبعا نغطي فيه ايه هي اهم مجالات الكول سنتر الالماني المطلوبه حاليا، وبرضه ان شاء الله اهم واكتر مجال مطلوب حاليا دلوقتي جوه مصر. طبعا حاليا دلوقتي يا جماعه عندنا اهم واكتر مجالات كول سنتر الماني مطلوبه دلوقتي طبعا في مصر. طبعا رقم واحد هو اول حاجه واكتر حاجه طبعا مطلوبه، وهو مجال اسمه اللي هو بتاع حجز الفنادق. تمام، يعني انت مثلا كده بتكون شغال في مكان معين، بتهندل مشاكل حجز الفنادق. الكون ده مثلا يخش يقول لك والله انا حجزت في المكان المعين ده، بس طبعا اول ما دخلت ويعني جوه المكان اللي انا حاجز فيه وكده اكتشفت ان المكان مش نظيف، فانا عايز فلوسي وعايز اروح اي مكان تاني. تمام، وممكن مثلا يخش يقول لك والله انا حجزت بس عايز اكنسل وعايز فلوس تاني. تمام، وممكن مثلا برضه يقول لك ايه، يقول لك والله يعني انا حجزت في مكان معين، بس مثلا لما رحت المكان ده للاسف الصور او يعني البيت اللي انا دخلت فيه ما كانش مثلا زي الصور اللي كانت معروضه على الانترنت. فده مجال حجز الفنادق، حرفيا المجال ده من اسهل المجالات حاليا دلوقتي في مصر، وبرضه يعني اسهل اللي هو مثلا انا قصدي اسهل مجالات من حيث اللغه لغويا يعني. تمام، وبرضه في نفس الوقت اكتر مجال مطلوب حاليا دلوقتي، فالاثنين دول عامه اسهل مجال واكتر مجال مطلوب حاليا دلوقتي جوه مصر، وهو حجز الفنادق. تمام، وعامة برضه مثلا مستوى اللغة بتاعه المطلوب مش محتاج مستوى لغة عالي قوي يعني، لا خالص. يعني عندك مثلا لو انت حرفيا بيتس باي او بي اينس بس، يعني عندك مثلا يعني بتتكلم كويس جدا، تمام، مثلا عندك الطلاقة في اللغة عالية شوية، فان شاء الله برضه ممكن تعدي وتشتغل فيه عادي جدا. تمام، ده كده اول مجال اللي هو مجال حجز الفنادق. رقم اتنين طبعا وهو برضو حجز الطيران. في مثلا كده دلوقتي هنا في مصر برضو بعض الشركات محتاجه ناس ليه يشتغلوا برضو في حجز الطيران. دي برضو سهله جدا وبسيطه ومحتاجه لغه يعني مش عاليه قوي يعني، فاهمني؟ يعني مثلا عامه برضو انت بتهندل برضو نفس المشاكل بالظبط. واحد مثلا عايز مثلا ان هو يسافر من مكان لمكان او من مكان لمكان معين، وهو عايزك انك تحجز له التذكره من المكان ده للمكان ده. تمام، او حجز مثلا بالفعل وعايز يكنسل التذكره دي. تمام، ده برضه موجود حاليا ومطلوب برضه جدا دلوقتي في السوق الالماني في مصر، حجز الطيران. تمام، رقم ثلاثة برضه حاجه كمان وهي عندنا الانترنت، يعني المجال بقى الاتصالات والانترنت. تمام، طبعا برضه مجال يعني مش سهل قوي يعني، عشان مثلا برضه اكون صريح معاكم، يعني مثلا كمستوى لغويا تمام مش سهل قوي يعني. تمام، ولكن طبعا حرفيا يعني ان شاء الله لو انت اشتغلت في المجال ده، ده بجد اكتر مجال هيعلي عندك وهيودي عندك اللغة في مكان تاني خالص، لان انت بتهندل فيه حاجات عالية وحاجات صعبة جدا جدا جدا. فطبعا بالتالي بيديك مستوى يعني لغويا، مستوى استماع، مستوى برضو يعني ايه في السوفت سكيلز، مستوى في الاشباح، الكلام ده كله حرفيا بيطورك جدا جدا لغويا، اللي هو الانترنت ومجال الاتصالات. طب بتعمل ايه فيه؟ يعني عامة مثلا مجال الاتصالات لو انت مثلا بتهندل مثلا اللي هو يعني حاجات تبع التليفون او الخطوط او الكلام ده كله، تمام، ممكن مثلا يخش يقول لك الكون ده كده بكل مثلا بساطه خالص، والله يعني انا مثلا انا شحنت مثلا برقم معين ولكن مثلا بحوالي 10 يورو. تمام، ولكن طبعا يعني مثلا الميعاد بتاع البقيت خلص قبل الميعاد المعترف اللي هو يخلص فيه. تمام، طبعا برضه كده حاجات شبه كده بقى، طبعا عد بقى الكلام ده كله يعني، فاهمني؟ فده مجال الاتصالات. عندك مثلا برضو يعني ايه مجال بقى الانترنت اللي هو مثلا زي اللي بتاع مثلا الكابلات والكلام ده كله. ده مثلا كده مجال انت مثلا برضو بتهندل فيه المشاكل الخاصه بالانترنت. يخش مثلا يقول لك هالو ما الانترنت funktioniert gar nicht، فاهمني؟ فانت بقى تقول له معلش انا اسف والكلام ده كله. طبعا برضه حاول انك يعني تهندله، طبعا اول حاجه انك تحاول تهديه وتهندله، رقم بقى اتنين انك تشوف حل. انا بس مثلا بحاول ان انا اديك يعني كده ايه، يعني مثلا نقطه كده في كل حته، بحيث مثلا برضه انك يعني ايه تعرف ايه هي اكتر واهم المجالات الموجوده او المطلوبه حاليا دلوقتي في مصر. ولكن طبعا لو تحب بس ان انا
اعمل عن كل مجال من دول فيديو مخصص لوحده، وازاي انك تهندل فيه والكلام ده كله ان شاء الله برضه عرفني تحت ان شاء الله في التعليقات، واعمل لك فيديو ان شاء الله في اسرع وقت عن كل مجال فيهم ان شاء الله يا جماعه. تمام. ده مجال الكابلات. فعامة برضه ان شاء الله تاني المجالين دول محتاجين مستوى لغويا كشبخاخ عالي شويه، مش مستوى قليل، ولكن حرفيا والله يا جماعه عن تجربه هينقل لك مستوى اللغه برضه ان شاء الله اكتر ما انت كنت داخل كمان في حته او في مكان تاني خالص يعني والله، كانترنت او مجال الاتصالات. تمام دول. طيب نخش بقى بعد كده المجال الخامس، وهو مجال الباقيت، او اللي هو مثلا الطلبات زي مثلا امازون او كده يعني فاهمني. فعندك مثلا دلوقتي اللي كنت مثلا ممكن يخش يتكلم معاك يقول لك والله انا طلبت طلبيه مثلا من المكان الفلاني او من المكان المعين، تمام، ولحد النهارده لسه ما جاتليش. طب ليه التاخير ده كله؟ او مثلا ممكن يخش يقول لك انا مثلا عايز اطلب، او انا مثلا طلبت مثلا حاجه معينه، ولكن مثلا طلبت يعني تليفون وجالي لابتوب، فانت شايف الكلام. وممكن مثلا برضه يخش يقول لك والله انا طلبت لابتوب مثلا، او مثلا طلبت يعني مثلا مكنه قهوه وجات لي بالشدش اللي هي مثلا جات لي فيها مشكله، او جات لي مثلا مكسوره او الكلام ده كله. عامه ده برضه مثلا انت مثلا بتهندل بقى في الحته دي ايه الحاجات دي كلها عامه اللي هي مثلا خاصه بالباكيت بقى والامازون يعني والكلام ده كله. وطبعا عامه برضه اكتر شركه يعني مثلا بتهندل الكلام ده طبعا هي شركه امازون اللي هو الباكيت يعني والكلام ده كله. تمام. ده مجال الباكيت. فعامة كده ديت هي يعني افضل واكتر مجالات كول سنتر حاليا دلوقتي موجودة جوه مصر. وعلى فكرة يا جماعة بجد والله المنافسة بتعلى شوية بشوية فاهمني. يعني مثلا كل ما الوقت بيعدي اكتر واكتر، كل ما المنافسة بتعلى وتزيد طبعا برضو اكتر واكتر، وكل برضو ما مستوى اللغة هيعلى اكتر واكتر. فانت عامة لو انت مثلا حاليا دلوقتي بتتعلم الماني وكده وعايز تشتغل في الكول سنتر، فحاول طبعا يعني اشترينج ديش ان بص اتعلم طور من نفسك، بص دوس وعلى فكره كل ما انت تكون مثلا عالي في اللغه اكتر، كل ما الفرصه بتاعتك ان شاء الله هتزيد وهتكون عاليه في القبول اكتر اكتر باذن الله. تمام. فعامة كده ان شاء الله مثلا يعني لو انت حاسس انك يعني مستواك دلوقتي مثلا حوالي كده مثلا يعني بي 1 او مثلا بي 2، بس طبعا عندك يعني بتتكلم كويس، عندك الاشباخه كويسه جدا الطلاقه والكلام ده كله، فقدم وجرب حظك. مش هتخسرك اي حاجه خالص. قدم وشوف حظك عامل ايه مثلا. تمام. يعني مثلا افتكر انا مثلا قبل ما كنت اشتغل وكده عارفين عملت 3 أو 4 انترفيو وكلهم اترفضت فيهم. طب ده عمل لي حاجه؟ طبعا قطعا عمل لي حاجات كتير جدا. رقم واحد هو يعني كسر عندي رهبه الانترفيو، بقيت اخش اي انترفيو بص بجيب معاه على طول، ما عادش عندي اي خوف او اي رهبه من اي انترفيو الحمد لله خالص. ليه؟ عشان انت عملت الحاجات دي كتير جدا. طب فبالتالي كسر عندك رهبه الانترفيو. فانت عامه حتى خش برضو جرب انترفيوهات كتير جدا، حتى لو انت عارف ومتاكد ان انت فعلا مش هتتقبل، بس برضو خش وجرب وحاول. تمام. حرفيا ده هيفيدك بشكل كبير جدا 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 فيما بعد ان شاء الله باذن الله يعني. تمام. بس طبعا ده كده كان فيديو كده بسيط يا جماعه، كان ملخص عن مجال الكول سنتر، او مثلا ايه طبعا ايه هي مجالات الكول سنتر وكده في مصر حاليا دلوقتي يعني ان شاء الله او المطلوبه. تمام. وبرده احنا كنا كده عاملين كورس ان شاء الله احنا عامه سجلناه وخلصناه طبعا لحد الاخر، والحمد لله الناس استفادت جدا منه يعني. فطبعا انا كده مثلا سجلته وعايز اعمله برده كورس مسجل. تمام. وعامه برده كده ان شاء الله مثلا هيكون بسعر كويس جدا، مش اللي هو برده مبالغ فيه، عشان مثلا كل طبعا ياخده ويستفاد منه باذن الله. تمام. وبرده يعني مثلا ان شاء الله يعني اللي يحب يشتريه، وعامه هو لحد الان لسه مش جاهز قوي يعني. تمام. طبعا الكورس ايه؟ هو عامه كورس تاهيل لخدمه العملاء او تاهيل للكول سنتر الماني. طبعا بتبدا معاك من اول الانترفيو الى اخر، يعني بص حرفيا ما تكون توب، او يعني تكون شخص عندك سوفت سكيلز عاليه جدا 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 في مجالات الكول سنتر الامانه عامه كلها دلوقتي في مصر يعني ان شاء الله. تمام. فعامة كده ان شاء الله مثلا كده اول ما يكون جاهز هكلمكم تاني ان شاء الله برضو، وهنحاول نعمل كده فيديو بقى عنه نشرح فيه طبعا كل حاجه فيه والكلام ده كله. وطبعا ان شاء الله يكون مفيد جدا لاي حد فيكم حابب يكون يعني مثلا ان شاء الله كده يخش مجال الكول سنتر حاليا دلوقتي في مصر من اوسع ابوابه. تمام. فطبعا كده يا رب يكون استفدنا ان شاء الله. طبعا لو اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه يا ريت طبعا اوعى تنسى تحط تحت ان شاء الله في التعليقات، وارد عليك في اسرع وقت ان شاء الله. فيا رب يكون استفدنا. كل سنه وانتم طيبين، وبس نكسب مع